أصدقائي المشاهدين أهلا وسهلا. ترفرف في سماء قطر. كرة القدم قصة جميلة يجب أن نخبر بها الجميع، أولادنا وأحفادنا سنسردها بحب وبشغف. هذه حكاية كرة القدم، نسردها لأنها حقيقية. تاريخ المنتخب المغربي مع كأس العالم يمثل قصة عزيمة وجهاد في ميادين كرة القدم العالمية. بدأ المنتخب المغربي مشاركته في نهائيات كأس العالم عام 1970 في المكسيك، حيث كان حلم التأهل هو الدافع الأكبر لمنتخب أسود الأطلس. وعلى الرغم من مغادرته البطولة من الدور الأول، إلا أن المنتخب المغربي أظهر للمرة الأولى إمكانياته على الساحة العالمية. بعدها في عام 1986 بالمكسيك حقق المغرب إنجاز تاريخي بتأهله إلى الدور ثم النهائي، ليكون بذلك أول منتخب أفريقي يتجاوز هذه المرحلة في تاريخ المونديال. عشرات الضيوف الأجانب والنجوم من عالم السينما والمسرح والموسيقى وقفوا مبهورين أمام هذا العرس الجماهيري الكبير. الأمل كان يتجدد مع كل مشاركة، وفي عام 1998 في فرنسا عاد المنتخب المغربي ليظهر بشخصية قوية في المجموعة، لكنه لم يحقق التأهل للمرحلة التالية. استمرت محاولات أسود الأطلس على مدار العقود التالية، فتأهل الفريق مجددا إلى كأس العالم في 2018 في روسيا، ليبقى مشواره محدود في دور المجموعات. ورغم هذه المشاركات المتكررة لم يتمكن المنتخب المغربي من الوصول إلى أبعد من ذلك حتى عام 2022، حيث كان للجماهير المغربية واللاعبين قصة جديدة في البطولة. الحمد لله تأهلنا عن جدارة واستحقاق. مبروك علينا ومبروك على الشعب المغربي تأهل للكوب دي موند. المهم اليوم هو لا كاليفيكاسيون، وان شاء الله نمشيو لقطر وغادي نمشيو باش نديروا شي حاجه. نتمنوا اننا نقدموا شي مونديال مزيان يشرف المغاربه ان شاء الله. كان التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بمثابة الحلم الذي تحقق، لكنه كان محاطا بالكثير من الجدل. المنتخب المغربي الذي تصدر مجموعته في تصفية كأس العالم 2022 والذي أظهر أداء لافتا في المباريات الأخيرة كان قد مر بتحديات كبيرة قبل التأهل. بداية كان التحدي الأبرز هو العلاقة بين المدرب وحيد خليلوزيتش الذي تولى تدريب المنتخب بعد إقالة المدرب السابق الفرنسي إيرفي رونار. هذا السيد هذا ما كنتوقعش شي نجاح كبير، وكيقول لك اللاعب ديال البطولة الوطنية ماشي ملاعبي. صراحة هذاك هو المدرب اللي يصلح المنتخب. كان الشارع المغربي منقسم حول أداء المنتخب تحت قيادة خليلوزيتش، ففي الوقت الذي أقر فيه البعض أن المدرب البوسني قد أفلح في بناء فريق منظم تكتيكيا، اعتبر آخرون أن أسلوبه الدفاعي واللعب السلبي كان يحد من إمكانيات اللاعبين الموهوبين. ولم يكن غريبا أن تنشب صراعات في الأروقة بين المدرب وبعض اللاعبين البارزين مثل حكيم زياش ونصير مزراوي، ما أثار الكثير من الانتقادات. رغم هذا الانقسام تمكن المنتخب المغربي من التأهل إلى كأس العالم بعد أن انتزع بطاقة التأهل من منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الإياب التي جرت في الرباط. ورغم كل الصعوبات التي رافقت مسار التصفيات، كان التأهل بمثابة انتصار لمكونات كرة القدم المغربية التي توقعت ظهور منتخب قوي في قطر، إلا أن الأزمات داخل الفريق أثرت في المعنويات، وبدأ الحديث عن ضرورة تغييره في حال لم يقدم أداء مشرفا في المونديال. المغرب في المونديال، الجماهير المغربية بسعادة غامرة في ملعب محمد الخامس. في خطوة مفاجئة قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إقالة المدرب وحيد خليلوزيتش في أغسطس عام 2022 بعد أشهر قليلة من التأهل إلى كأس العالم. كانت هذه الإقالة بمثابة اختيار صعب جدا، خصوصا وأن المدرب كان قد نجح في تأهيل المنتخب، ورغم الانقسامات كان تأهل المنتخب في حد ذاته يعتبر إنجاز. القرار كان مدفوعا بعدم التوافق بين المدرب واللاعبين، إضافة إلى الضغط الجماهيري الذي طالب بتغيير أسلوب اللعب. وكان زياش، مزراوي وغيرهم من النجوم المغاربة قد عبروا عن استيائهم من استبعادهم المتكرر، مما جعل العلاقة بين المدرب واللاعبين تنزلق نحو الهاوية. ربما لم يكن هناك خيار آخر سوى البحث عن بديل يستطيع بناء فريق متجانس
يخوض التحديات الكبيرة في كأس العالم. رغم محورية الدور الذي لعبه خليلوزيتش في تأهيل المنتخب، جاء قرار الإقالة ليشعل النقاش في الأوساط الرياضية بين مؤيد ومعارض، ومن هنا بدأ السؤال الأهم: من سيكون المدرب القادم؟ هل سيكون قادرا على تحفيز اللاعبين وقيادتهم نحو نجاح أكبر؟ في هذه اللحظة الصعبة كانت هناك شخصية مغربية تتألق في سماء التدريب: وليد الركراكي، المدرب الذي فرض نفسه في الساحة الرياضية المغربية من خلال مسيرته مع نادي الوداد الرياضي، حيث أظهر قدرة فنية كبيرة على قيادة الفريق نحو الألقاب. قاد الركراكي الوداد الرياضي لتحقيق نجاحات غير مسبوقة على المستوى المحلي والإفريقي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا عام 2022، والذي جاء ليضع في دائرة الضوء كأحد أفضل المدربين في إفريقيا. بفضل تفانيه وخبرته الواسعة، نال الركراكي احترام الجميع، ليس فقط لنتائجه ولكن أيضا لأسلوبه الحديث في التدريب وقدرته على تفعيل إمكانيات اللاعبين. كان لديه رؤية واضحة في تطوير اللعب الجماعي والاستفادة القصوى من كل عنصر في الفريق. مع بداية الموسم عام 2022 بدأ الحديث عن تولي مهمة تدريب المنتخب المغربي. مرت الأيام لتصبح هذه الفكرة أكثر ترجيحا. بفضل الإنجازات التي حققها مع الوداد، تم اختيار الركراكي ليكون الرجل الذي سيقود أسود الأطلس في كأس العالم 2022. ويسعدني بطبيعة الحال أن أقدم لكم المدرب اللي غادي يشرف على الفريق الوطني المغربي لكرة القدم، ويتعلق الأمر بطبيعة الحال بالإطار الوطني، السيد وليد الركراكي. كان تعيين وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي بمثابة الاختيار الذكي في وقت حساس وصعب. بعد الإقالة المفاجئة لخليلوزيتش، كانت الجماهير المغربية تتطلع إلى مدرب شاب وطموح يمتلك قدرة فنية عالية ويعرف جيدا كيف يتعامل مع الضغوط. الركراكي أتى بفكر جديد وروح مختلفة، حيث بدأ في إدماج اللاعبين المتألقين الذين كانوا مستبعدين في عهد خليلوزيتش. ومن اللحظة الأولى بدأ المنتخب المغربي يظهر بصمة المدرب الذي جعل من الفريق وحدة متكاملة لا تعتمد فقط على الأفراد بل على التكتيك الجماعي والروح القتالية، كما استطاع أن يوازن بين الخبرة والشباب ليخلق توازن رائعا في صفوف المنتخب. عندما سحبت قرعة كأس العالم 2022 كانت مجموعة المنتخب المغربي تعد من أصعب المجموعات. وقع أسود الأطلس في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا، كرواتيا وكندا، وهي مجموعة صعبة تضم فرقا عريقة وقوية على الصعيد العالمي. كان الجميع يتساءل: هل يمكن للمنتخب المغربي أن يواجه تحديات هذه المجموعة؟ الحديث كان يدور حول مدى قدرة المنتخب المغربي على التصدر أو حتى التأهل من هذه المجموعة، خصوصا مع تواجد منتخبات كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 وبلجيكا التي كانت تمتلك لاعبين مميزين مثل كيفن دي بروين، إيدن هازار وغيرهم. بدأ مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر بمباراة ضد كرواتيا، وهي المباراة التي شهدت أداء تكتيكيا محكما من جانب أسود الأطلس. على الرغم من القوة الكبيرة للفريق الكرواتي، إلا أن المنتخب المغربي أظهر صلابة دفاعية قوية وأنه لا يخشى أي منافس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحصد المنتخب أول نقطة ثمينة في البطولة. جاءت المباراة الثانية ضد بلجيكا، وهي فرصة أخرى أثبت فيها المنتخب المغربي أنه قادر على التحدي. في هذه المباراة كان النجم سياش هو البطل، حيث سجل هدفا رائعا ألغي لاحقا، لكن لحظة الافتتاح جاءت من أرجل الصبيري. أما الهدف الثاني فقد سجله زكريا بوخلال ليحقق المنتخب المغربي فوزا مستحقا بهدفين ضد البلجيكيين. في المباراة الثالثة كانت المواجهة مع كندا حاسمة. قدم المنتخب المغربي أداء مبهرا وفاز 2-1 ليحقق صدارة المجموعة ويضمن التأهل إلى الدور 16 للمرة الأولى منذ 36 عام. في دور 16 التقى المنتخب المغربي مع إسبانيا في مواجهة مثيرة انتهت بتعادل سلبي ليحسم أسود الأطلس التأهل عبر ركلات الترجيح بفضل تألق الحارس ياسين بونو. في ربع النهائي وفي واحدة من أبرز اللحظات في تاريخ كرة القدم المغربية، فاز المنتخب المغربي على البرتغال 1-0 ليحقق إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه. المباراة التي عول عليها المغاربة كثيرا من أجل أن يفعلوا شيئا والتأهل إلى النهائي، لكن للأسف خسروا ب2-0
أمام المنتخب الفرنسي. تمكن المنتخب المغربي في النهاية من الوصول إلى المركز الرابع بعد أن خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا، لكن الإنجاز كان أكبر من مجرد ترتيب، فقد أصبح المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي في تاريخ كأس العالم. الجمهور المغربي كان جزءا لا يتجزأ من المعجزة التي حققها المنتخب. تواجدهم في المدرجات كان مثابة دعم معنوي هائل، حيث كانت الجماهير في قطر تحمل آمال الأمة العربية بأكملها. الهتافات، الأعلام، الأهازيج التي كانت تصدح في الملاعب كانت تعكس عمق العلاقة بين الشعب المغربي وأسود الأطلس. وتعد الجماهير العربية أيضا من أبرز المساهمين في نجاح المنتخب، حيث لم يتوقف الدعم عن الحدود المغربية فقط، بل امتد ليشمل الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج. لقد كان لمشوار المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 تأثير كبير على الشعب المغربي. كرة القدم كانت وسيلة للتوحيد وأداة للفخر الوطني. المعجزة التي صنعها الفريق لم تكن مجرد إنجاز رياضي، بل لحظة تاريخية أعادت الأمل والشغف بكل ما هو مغربي.